الحقيقة ان انا الفترة دي مش احسن حاجة، يعني المود بتاعي مش احسن حاجة. ولكن رغم كده ان انا دايما بحاول احط بلان امشي عليها، وطول الوقت بشغل نفسي بحاجات انا بعملها. والحقيقة ان انا يعني ما عنديش وقت فاضي، يعني ما بقاش عندي وقت فاضي، وطول الوقت شغلة نفسي بحاجات عشان ان انا ما افكرش في اللي انا فيه، او ما افكرش في الحالة اللي انا فيها. ولكن اوقات باجي عند نقطة كده، لا انا فعلا انا مش كويسه، انا مش عارفه في ايه، مش كل حاجه بتمشي زي ما انا عايزه، او حتى لو مشيت شويه بتقف تاني. فالحقيقه انا مش عارفه يعني ايه الحل لكده، او ايه المفروض الواحد يعمل ايه يعني. والحقيقه انا مش متقبله حتى ان حد يبقى معايا، او مش متقبله ان حد يقف معايا. انا طول الوقت بحس ان انا لا، انا محتاجه ان انا اكون لوحدي. يعني الموضوع موضوع احتياج، مش موضوع ان انا عايزه حد جنبي او مش عايزه حد جنبي. لا، انا فعلا انا بقيت محتاجه ان انا اكون لوحدي طول الوقت، او ان انا اعمل اي اكتيفيتي اعملها لوحدي يعني. الحقيقة انا مش عارفه انا بحكيلكوا ليه او بشارك ليه ده معاكم، بس انا حابه ده ان انا اشارك ده معاكم زي ما بشارك حاجات تانية معاكم في حياتي. فده جزء برضو من حياتي، ان الاوقات الواحد بيبقى حاسس ان هو تايه. وانا عارفه ان مش انا لوحدي، واكيد في ناس تانية كتير. وانا فعلا الفتره اللي فاتت قابلت ناس كده عندها نفس احساس التوهان، ونفس ان هي عماله تحاول وما بتوصلش. ولكن انا دايما بحاول ان انا اقنع نفسي ان لا، يعني كل اللي ليه نصيب في حاجه هياخده. اهم حاجه ان احنا نسعى ونكمل. ودايما احساس ان الحاجه وعكسها ده بيكون عندي يعني انا في نفس الوقت متضايقه جدا، ومتضايقه جدا من الوضع اللي انا فيه، او يعني لظروف ما حاصله في حياتي. فدي حاجه مضايقاني. وفي نفس الوقت عندي احساس الامل، وعندي ان الوضع احساس يقين كمان ان الحاجه دي هتتغير. بس امتى بقى انا مش عارفه، ولكن الاحساس ده موجود. وبرضو الاحساس التاني موجود، ان انا متضايقه وان انا تايهه وان انا مش عارفه ايه اللي انا فيه، او اوصف ايه الحاله اللي انا عايشاها. فانا حاسه ان في ناس كتير زي كده، يعني مش لوحدي. فعشان كده انا بشارك ده معاكم زي ما بشارك حاجات تانية. لكن الحقيقه رغم ان انا متضايقه، او متضايقه جدا الفتره دي، ولكن دايما بحاول ان انا اخلي نفسي احسن، وان انا ما اسيبش نفسي للاحساس ده، وان انا بشغل نفسي بعمل كل الحاجات اللي المفروض بعملها في اليوم بتاعي. بل بالعكس، الفترة دي انا بضغط نفسي اكتر وبعمل حاجات اكتر، يعني عشان انا بحب التصوير وبعمل فلوجات. فببقى عايزة انزل اعمل اكتر. بحب الرسم، فببقى عايزة ارسم اكتر. بتعلم لغة جديدة فبضغط نفسي اكتر. فبحط البلان بتاعتي والحاجات اللي انا المفروض بعملها. فدايما بضغط نفسي وبشغل نفسي طول الوقت يعني الحقيقة ان الاحساس ده بيجيلي من وقت للتاني، وده طبيعي. يعني ما فيش حياة كده، يعني مفيش حياة طول الوقت كويسة، ومفيش حياة وحشة طول الوقت. ولكن انا طول ما الاحساس ده بيجيلي او الفترة دي بتيجي، لان هي يعني اوقات انتوا عارفين ان الواحد اوقات بيجيله اوقات مش كويسة. ولكن انا مش بسيب نفسي للاحساس ده، او مش بسيب نفسي الفترة دي. يعني طول الوقت بحاول ان انا لا اشغل نفسي، ان انا مش عايزة احط نفسي في زون الحزن، وان انا متضايقة، وان انا لا، انا عايزة انام طول اليوم، وان انا مش عايزة اتعامل مع حد و ايوه، انا حاسة ان انا عايزة اكون لوحدي. ولكن في نفس الوقت مش عايزة اسيب نفسي للحزن ده ان هو ياخدني، او ان انا افضل فيه فترة طويلة اطول من كده. عشان كده انا دايما بشغل نفسي، وحتى لو متضايقه او زعلانه بعمل الحاجات المفروض ان انا بعملها يعني. بل بالعكس، انا اوقات لما الحياه بتبقى طبيعيه وما يبقاش في حاجات كتير حاصله، يعني بحس ان انا بعمل اقل من كده، اقل من الوقت اللي انا بشتغل فيه دلوقتي على نفسي. يعني انا الفتره دي بشتغل على نفسي كويس جدا في جوانب كتير جدا، بحاول ان انا احسنها. يعني الفتره الطبيعيه بتاعتي انا مش بشتغل على نفسي قوي كده. لما انا اكون مرتاحه، عارفة دلوقتي ان انا بقول كل حاجة وعكسها. بقول ان انا متضايقة، وفي نفس الوقت انا مش عايزة اسيب نفسي لده. بقول ان انا مش عندي طاقة ان انا اشوف حد، وان انا محتاجة ان انا اكون لوحدي. بس في نفس الوقت ان انا مش بسيب نفسي لده. فانا مش عارفة اوصف قوي الحالة اللي انا فيها. ولكن انا متأكدة ان احنا كتير قوي، وان في ناس كتير قوي كده زيي.
بس ان شاء الله يعني بتبقى فترة وتعدي، يعني طول الوقت بقنع نفسي ان هي فترة وتعدي، وان شاء الله انا متأكدة وعندي يقين ان هي هتعدي والفترة اللي جاية تبقى احسن يعني. بس اللي انا متأكدة منه ان انا مش عايزة حد يسيب نفسه للحالة دي، زي ما انا مش هسيب نفسي ابدا للحالة اللي انا فيها والاحساس اللي انا متضايقة وان انا زعلانة. اكيد كل حاجة لازم تاخد وقتها، اذا كان الحزن او الفرح او اي حاجة، ولكن كل اللي انا متأكدة منه ان انا مش بسيب نفسي للحزن ان هو يطول معايا يعني، وبحاول اشغل نفسي وبرجع لروتيني ولحياتي، وانتوا كمان لازم تعملوا كده يعني.